إلى المسرح الآن، أين احتضن المسرح الجهوي عز الدين مجوبي بولاية عنابة مساء أمس العرض الشرفي للمسرحية الموجهة للكبار تحت عنوان بيبلومانيا، أي الهوس بالكتب، وهل هي نعمة أم نقمة؟ التغطية كانت لحسام الدين العبيدي. كان العرض الشرفي لمسرحية بيبليومانيا اللي تناولت موضوع هوس الكتب كما شفتوا معنا. كان دوري دور البنت أمينة، يعني البنات تاع درك المودرن اللي ما يهمهمش الكتب والقراءة، يعني يهمهم لي ريزو سوسيو، انستغرامز، تيك توكرز، فهم كبسوا فوالا. تناول موضوع انه امنا كانت مهووسة بالكتب وعانينا من الحرمان، وكل واحدة فينا راحت لطريقها الخاص. لما قدمت لي إدارة المؤسسة هذا النص شفت أنه فيه نقطة مهمة جدا، وهو نقطة البيبلومانيا أو فكرة البيبلومانيا في حد ذاتها اللي ما تطرقوش لها ناس بزاف كموضوع في لي زوفر ارتستيك، سواء في الرواية ولا في المسرح أو في السينما وما إلى ذلك. دونك كانت بوان فور بالنسبة لنا أنه نخدموا على حاجة أوريجينال أو موضوع إنساني كما هذا. المسرحية هذه موجهة إلى الجمهور المثقف، وتحكي على البر الوالدين، تحكي على الكتبة، وتحكي وسي على كيفاش نتعاملوا مع الوالدين كي يعود واحد فيهم مريض بار اكزومبل هكا، فهمتي.